سوى معنا الرز. شوفوا كيف حبته مفلفلة، شايفين؟ يا سلام على الروايح الحلوة والمناظر الشهية. يسعد لي كل أوقاتكم يا أحلى متابعين من وين ما كنتوا عم تتابعوني. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد، حضرت لكم أطيب طبخة بهالبردات اللي هي الفاصوليا الحب باللحم. وكمان شاركتني بالفيديو حماتي الله يخلي لي إياها، حضرت الرز بالشعيرية وطلع بياخد العقل. إذا حابين تشوفوا الطريقة شوفوا الفيديو للأخير، لكن قبل ما تشوفوا الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك واشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس. هلا هون عندي أنا الفاصوليا نوعها كلاوي وفريش طازة. إذا كانت يابسة بتنقعوها قبل بيوم قبل السلق، أما إذا كانت فريش وطازة مثل هلا اللي عندي مباشرة بنسلقها لمدة ربع ساعة تستوي. وكمان إذا كان عندكم النوع التاني من الفاصوليا اللي بتجي هيك حبتها أصغر كمان المفروض إنكم تنقعوها أقل شي 6 ساعات قبل السلق مشان ما تاخد معنا وقت كتير لتستوي. هلا هاي بما انها فريش ما شاء الله خلال ربع ساعة استوت، وحتى طعمتها بتكون كتير طيبة هي وطازة. بس مثل ما قلت لكم صبايا هاي الطريقة بتزبط لكل انواع الفاصوليا الحب، حتى لو كانت هذا النوع اليابس او النوع التاني اللي بتجي حبتها صغيرة ويابسة. اهم شيء انكم اذا كانت يابسة تنقعوها قبل بيوم وتاني يوم تسلقوها. أما البندورة هون قطعتها وغليتها على النار لمدة هيك 3 ساعة بس لحتى هيك تطرى وتصير بهالقوام مثل ما شايفين، لحتى نجهز منها عصير البندورة. وأكيد عصير البندورة أطيب إذا كان فريش. فيكن تستخدموا معجون الطماطم ما بيأثر أو صلصة طماطم جاهزة. هلأ رح نسلق اللحمة. عندي هون لحم خروف منحطه على النار، وأول ما تطلع عنا الرغوة منشيلها، وبعدين منحط المطيبات اللي نحنا منحبها. رح أضيف أنا بصل وورق غار طبعا، ما منكتر مطيبات أنواع تانية مثل قرفة وقرنفل وهيل حتى ما نغير نكهة المرقة. هلأ هون منغطيهم ونتركهم على نار هادية لحتى يستوى، ما منحط ملح لآخر مرحلة حتى ما تشد اللحمة وتبطل تستوي. وهلأ رح نجهز عصير البندورة. طبعا صبايا نسيت قلكن إن نحنا وقت نغلي البندورة بعد ما نقطعها منحط معاها تقريبا لكل كيلين كاسة مي، حتى هيك يكون في شوية سوائل معها أثناء الغليان وهي بتبلش تنزل ميتها لحالها. شايفين هلأ نبقى عم نعصر البندورة لحتى تطلع منها كل السوائل. وبعدين أثناء الطبخ إذا لقينا إنه المرق بحاجة لمعجون طماطم حتى يصير لونه أغمق أو قوامه أسمك منضيف حسب الرغبة. وهلأ هيك بآخر مرحلة بنعصرهم بهالطريقة حتى نتأكد إنه ما بقي أبدا فيها أي عصير. بنكفي الباقي كلياتهم بنفس الطريقة. شايفين هيك ما روحنا أبدا من البندورة، استغلينا كل العصير الموجود فيها. شايفين ما شاء الله طلع عنا كمية وفيرة وصارت بسهولة تنفصل عن العظم ودابت ذوبان. شايفين لونها ما شاء الله بشهي. هلأ بهاي المرحلة بعد ما تستوي اللحمة منضيف الملح حسب الرغبة، منخليهم هيك يغلوا شي 5 دقايق مع الملح. وهلأ منشيل اللحمة بعضمه. إذا كنتوا مستخدمين بس لحمة ما في داعي تشيلوهم وتخلوهم بقلب المرق، بس نحن هلأ منشيلهم لحتى نفصلهم عن العظم. وهلأ إذا كانت كمية المرق كبيرة منخفف منها ومنخلي القسم اللي منحتاجه لطبختنا. هلأ منضيف عصير البندورة، منتركهم تقريبا 3 ساعة لحتى يستووا ويتسبكوا، وبعدين بضيف الفاصوليا اللي سلقناها وجهزناها مسبقا. بما انه الفاصوليا مستوية لهيك ما رح تاخد معنا وقت، بس هلأ هيك بتغلي كم غلوة مع المرق وبتكون صارت جاهزة. هلأ هون اللحمة فصلتها عن العظم صارت تمام. هلأ رح ضيفها مع المرق. هلأ هون انتو بتتحكموا بطعمة المرق، اذا حابين تضيفوا ملح او فلفل، واذا حسيتوا انه قوام المرقة خفيف واللون فاتح بتضيفوا معجون طماطم على حسب الرغبة حتى توصلوا للسماكة المطلوبة. هلأ هون انا ضفت 3 ملاعق طعام من معجون الطماطم. طبعا المرق على الغليان بتسمك وبتبين اكتر، لهيك انتو بتستنوها لحتى تغلي وبتشوفوا السماكة المطلوبة حتى ما تطلع عندكم كتير سميكة وما طيبة. اما التوم صبايا ما رح ضيفه هلا، رح ضيفه قبل ما نطفي النار ب5 دقايق، بنخليه بس يغلي 5 دقايق مع الطبخة وبس. لانه على كترة الغليان بتتغير طعمة التوم، بصير طعمته مو طيبة بالمرق. وهون بعد ما غلي لتقريبا ربع ساعة لقيت انه المرق لونه فاتح وما سمك،
لهيك حبيت ارجع اضيف ملعقة طعام كبيرة من معجون الطماطم. طبعا هاي الاضافات كلها بترجع لكم حسب الرغبة، انتو كيف بتحبوا المرق، سميكي او خفيفة، اللون كله هذا انتو بتتحكموا فيه. وهلأ صارت المرقة متماسكة وغير شكل. لهيك قبل ما نطفي النار مثل ما قلت لكم ب5 دقايق راح اضيف الثوم المهروس. هاي الكمية من المرق ما شاء الله بما انه كبيرة بتحتاج لملعقة صغيرة من الثوم المهروس، تقريبا 5 حصوص ثوم. وراح اضيف كمان رشة فلفل اسود. وهلأ بحركن وبتركن مثل ما قلت لكم 5 دقايق، وبعدها بتكون صارت طبختنا جاهزة للتقديم. ويا سلام على الروايح الحلوة والمناظر الشهية. بسم الله الرحمن الرحيم. بدنا نطبخ اليوم رز بشعرية. هون ناقعة أنا رز طويل ورز قصير. قبل ما أنقعه بغسله بروح النشا منه مشان ما أغسله كتير بعد النقع مشان ما يتكسر. نقعناه شي ساعتين ورجعنا غسلناه شوي بدون تحريك مشان ما يتكسر. وعندي هون شعرية، أنا بعير لكل كاسة كمشة شعرية هيك، واللي بيحب يزيد يزيد وبيحب ينقص ممكن ينقص، بس أنا هيك بعير. خالتي كم كاسة ناقعة انت؟ 4. 2 قصير و2 طويل؟ ايه. يلا هلا رح نبدأ بطبخ الرز. هذا مشان تحميص الشعرية بنحط زيت نباتي، هذا مشان لمعة الرز. أنا بالآخر بقليه كمان، بقلي الرز، بس هلا بنحمص الشعرية. نحط هلا سمنة؟ ايه هدول سمنة بكفوا، يعني بدنا نرجع نقليه. هو هاي الكمية ما كافية لتقلات وهلا رح نحط الشعرية. هلا بنضل نحرك فيهم بصير لونهم ذهبي على نار هادي. على نار هادي. بعد ما صار لونهم هيك راح ننزل الرز عليهم. بنضل نحركهم هيك لتتغلف حبات الرز بالسمنة وبالزيت، حتى وقت اللي بدها تغلي ما تطالع نشا. وهلا بنضيف لهم الملح والمي الغليانة، ما بنضيف لهم مي باردة لأنه هذا ساخن بيتكسر الرز، فالمفروض 2 يكونوا ساخنين، مو واحد بارد واحد ساخن. شايفين كيف؟ بينت انه حبات الرز كلها تغلفت. وراح نضيف لهم هلا معلقة ملح، هذا الملح حسب الذوق، هذا ملح صخري نحن بنستعمله، افضل صحي اكثر من الملح اللي مكرر معالج. بدنا نضيف لهم 6 كاسات مي لكل كوب ونص. هلا هيك المي شايفتها انا بتكفي. اذا ما استوى الرز منيح فخلي جنبكم دائما مي ساخنه، بتضيفوا للرز مي ساخنه بهالطريقه هاي. تفتحوا هيك اذا كان ناشف بتحطوا المي بالنص، مو بترشوه رشه بالنص، بتحطوا المي. اذا لقيتوها بحاجه لمي احسن ما يكون ميتها كتير ويطلع معجن الرز، فيكون قليل احسن ما يكون كتير. خليها تغلي شي 5 دقايق بقوه وبعدين من النار وسط وبعدين بنهديها على الاخر. رح نغطيها هلا ونتركها تغلي بقوه. شايفين كيف هيك؟ ها تقريبا نشف الرز، بنهدي على الاخر. وهلا بنحمي سمنه وبنقليه. وهلا رح نقلي السمنه. هلا فورا بنغطيه مشان نحبس البخار وبنتركه يتهدى شي 10 دقايق على الاقل، ما بنفتح الغطاء ابدا، بنكون مطفين النار عليه طبعا. وهلا هيك استوى معنا الرز، شوفوا كيف حبته مفلفله، شايفين كيف نسري مفلفل، شايفين محلى. ومنزله كمان الرز الابيض، يلي بيحب كمان يعمل رز ابيض ساده كمان رح اترك لكم طريقته بصندوق الوصف. يا سلام يا عيني، عن جد شي رائع وشي بشهي. وكمان اللي بيحب ياكل هيك خضرة فيكن تعملوا هيك صحن خضرة مرتب جنبها كمان كتير طيب، خاصة البصل الأخضر والنعناع والخيار، غير شكل مع هاي الأكلة.
وهيك صارت طبختنا جاهزة وغدانا جاهز. كتير مشتهيتكم بهالسفرة الحلوة، وهيك بتكون وصفتنا خلصت. بتمنى تكون الوصفة نالت إعجابكم، بتمنى تجربوا الطريقة وتعطوني رأيكم بالتعليقات. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو، اشتراك بالقناة، وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم دايما كل الفيديوهات الجديدة. هلأ صار وقت التذوق. يا سلام، يا عيني، شيء رائع. مشتهيتكن تذوقوا لحتى تشوفوا قديش كمية اللذاذة الموجودة بهاللقمة هاي.